قبل ما نطرق لتفاصيل كنتمنى الدعم ديالكم عن طريق النقر على زر اعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديدنا اول باول. بشعار الله الوطن الملك نفتتح حلقة اليوم. وفي خبر آخر، ناشدت نساء محتجزات بمخيمات تندوف الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وأيده لإنقاذهن من جحيم البوليزاريو، كما عبرن عن استعدادهن للنزوح بشكل جماعي إلى أرض الوطن. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تضمنت صرخات استغاثة وجهتها عائلات صحراوية للملك محمد السادس نصره الله، مناشدة إياه بالتدخل العاجل لتخليصها من جحيم مخيمات العار. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على نطاق واسع نساء صحراويات يتحدثن من داخل الخيام بتندوف عما يتعرضن له المحتجزون من انتهاكات وممارسات دنيئة تنفذها قيادة الرابون بأمر من نظام العسكر الجزائري. ووفق ما صرحت به إحدى الصحراويات، فإن المرأة الصحراوية تعاني الأمرين بمخيمات الحمادة على التراب الجزائري، حيث تجبر على الإنجاب بكثرة مع منع استعمال موانع الحمل، ما يجعل عملية التوالد تتم في ظروف صحية كارثية. وتعاقب الأسر التي لا تنصاع للأوامر ولا تحترم قانون التوالد بكثرة بالحرمان من المواد الغذائية التي تمنحها المنظمات الدولية الإنسانية عبر الجيش الجزائري. ويأتي إعلان المحتجزين بمخيمات تندوف عن رغبتهم في النزوح الجماعي لوطنهم الأم المغرب ليكرس فشل الأطروحة الانفصالية للبوليزاريو خدمة لأجندات نظام الكابرانات الجزائري. ومن شأن فضح النساء الصحراويات للأوضاع المزرية والانتهاكات الجسيمة التي تعيش على وقعها مخيمات العار أن تكون الشرارة الأولى لاحتجاجات عارمة تجتاح مخيمات الرابونية وتهز أركان البوليزاريو في قادم الأيام. وفي خبر آخر، تحركات عسكرية مكثفة من كل الجهات تشهدها حدود المغرب برا من جهتي موريتانيا والجزائر وجوا من إسبانيا وفرنسا، اللتين عقدتا لقاءات مع قياديين في جيش كل من الجزائر وموريتانيا. في هذا السياق تزور بعثة من قادة جيش الكابرانات الجزائرية جارة المغرب الجنوبية موريتانيا في زيارة تدوم 5 أيام لعقد لقاءات مع مسؤولي الجيش الموريتاني. وتندرج زيارة الوفد الجزائري التي جاءت ضمن هذه التحركات المكثفة والمتزامنة في إطار الاجتماع 14 للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون. وتأتي لقاءات الطرفين في ظل ما تشهده حدود هذه البلدان المغاربية من تشنجات وتوترات، كما تأتي متزامنة مع زيارة كبير الكابرانات سعيد شنقريحة منذ 4 أيام لفرنسا، ويزور شنقريحة باريس بعد دعوة من نظيره الفرنسي تيري بورخالد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. في غضون ذلك يوجد مختار بل شعبان قائد أركان الجيش الموريتاني منذ 4 أيام أيضا، لكن في إسبانيا تجاوبا مع دعوة نظيره الإسباني ثيودورو لوبيز كالديران أميرال. وقد عقد الطرفان جلسة عمل مغلقة بمقر قيادة الجيش الإسباني، ما يضفي على هذه التحركات المتزامنة للقادة العسكريين في الجارتين الشرقية والجنوبية للمغرب ذات أبعاد وخلفيات متعددة. ما أسباب التحرك بالضبط قرب الحدود المغربية؟ هذا ما أجاب عنه صبري عبد النبي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط. تعليقا على ذلك قال ما يلي: إن هذه التحركات العسكرية وراءها فرنسا، فهي تأتي بعد المناورات السياسية لستراسبورغ. وتابع صبري أن فرنسا تريد أن تجهز من خلال هذه التحركات العسكرية في الحدود المغربية مع الجزائر على المغرب، واضعة في الاعتبار حساسية المرحلة ودقتها بالنسبة إليها. يقول فرنسا في الشمال الإفريقية. وأبرز المتحدث ذاته أنه يستحسن أن نقول إن ساعة الحقيقة قد وصلت بالنظر إلى دقة المرحلة وحساسيتها لفرنسا في منطقة المغرب الكبير، التي ظلت أنظمتها تعول على أن تكون هذه الحدود حواجز وليست
جسورا. وسجل أستاذ العلاقات الدولية أن هناك عبارة كانت تلخصها الخارجية الفرنسية منذ مدة طويلة بأن الرئيس الفرنسي يبدأ من الجزائر وينتهي بالمغرب، والآن يبدو لفرنسا أن نهايتها في شمال إفريقيا باتت وشيكة، فهي بالتالي تجرب كل شيء بسبب الغاز الروسي والحرب الروسية الأوكرانية والمشاكل التي تعانيها داخل الاتحاد الأوروبي، وبسبب تدهور وضعها الاقتصادي وبهدلتها الجيوستراتيجية. ووضح أن فرنسا تريد أن تجرب أي شيء في هذا المستوى وأن تعطي لنفسها الحق في المحافظة على التوازن كما كانت تفعل من قبل، لكن لا يمكن أن يكون هناك توازن بين دولة مستقرة في محيط مضطرب وبين دولة لا تعرف الاستقرار وهي تعيش الاضطراب الذي فاقمته تحركات من هذا القبيل من حين إلى آخر. واستنتج المتحدث ذاته أن الرسالة واضحة: يجب على المملكة المغربية أن تحصن مجالها الديمقراطي وتقوي جبهتها الداخلية، وشدد على أن هذا سيكون الرد المثالي من المغرب على هذه التحركات والقرارات المثيرة للشفقة التي تتخذ في كواليس الخارجية الفرنسية ومخابراتها، والتي لا يستطيع الجيران مع الأسف غير ترديد السمع والطاعة. وفي خبر آخر، بدا الرئيس الفرنسي كأنه يستخف بالسعيد شانقريحة وهو يمنع الصحفيين والمصورين من ولوج القصر الرئاسي لتوثيق اللقاء الذي جمعهما. والحقيقة أن إيمانويل ماكرون بهذه التصرفات لم يترك فرصة لكبير كابرانات النظام الجزائري لكي يتبجح بلقائه بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزي. ولا شك في أن هذا التصرف أوقع شانقريحة في موقف لا يحسد عليه، خصوصا بعدما تم الترويج لهذه القمة بينهما الاثنين الماضي ليمر اللقاء عاديا، بل وكأنه لم يتم في الأصل، إذ لم تظهر ولو صورة وحيدة تثبت ذلك. ورغم أن شريطا كاملا من الصور وثق زيارة ماكرون الجزائر في غش من السنة المنصرمة، فقد منع أي مصور من تصويره وهو يستقبل شانقريحة المسكين. وقال متتبعون إن هذه اللقطة من ماكرون حرمت ضيفه البائس من أن يتفاخر بأن يصير القائد الأول للجيش، ينال شرف اللقاء برئيس للجمهورية الفرنسية منذ حصول الجزائر على استقلالها. وأرجع المتتبعون تنصل ماكرون من الظهور جنبا إلى جنب مع شانقريحة إلى خوفه من أن ينعت بأنه طبع مع عسكري بماض دموي مشين. سعيد شانقريحة لديه بطبيعة الحال ماض دموي، ومعروف أن لهذا الأخير ماضيا دمويا راكمه عبر العديد من المحطات، لعل أبرزها العشرية السوداء التي فتك خلالها جيش شانقريحة وغيره من الكابرانات بآلاف الجزائريين. كما تلاحق شانقريحة تهمة إعدام مدني أعزل بإطلاق النار عليه وفق شهادة ضابط كان تحت إمرته وشاهد على الجريمة بأم عينيه. ورغم أنه وقع عقودا مهمة للتسليح مع النظام الجزائري ستضر الملايير في خزينة بلاده، فقد حرص ماكرون على صون سمعته وصورته من أن تلطخهما صورة من لقائه بشخص دموي مثل شانقريحة. ورغم أنه أغواه بدعوته إلى القصر الرئاسي الفرنسي، فقد تجنب ماكرون الظهور إلى جانب قائد الجيش الجزائري ذي الماضي غير المشرف. وتتزامن هرولة شانقريحة ومن خلفه النظام الجزائري المفلس إلى أمامه فرنسا مع تزايد درجة نبذ نظام الكابرانات في إفريقيا وعزله من قبل بلدان القارة. فبعدما قطعت مالي وبوركينا فاسو وغيرهما من الدول دابر علاقاتها مع النظام العسكري الجزائري، لم يجد جنرالاته سوى أمهم فرنسا لمحاولة طمس ماضيه في تقتيل شعبه. لكن تصرف إيمانويل ماكرون بمنع تعميم ولو صورة واحدة له وهو يستقبل شانقريحة أذل هذا الأخير ومن خلفه نظامه المترهل، ومرغ وجه كبير الكابرانات في الوحل بعدما كان يخطط لأن يستغل هذا الظهور بجانب الرئيس الفرنسي في تلميع وجهه بالتبجح بصور اللقاء التي أحرقها ماكرون في المهد. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ما رأيكم فيها؟ أتمنى الإجابة في التعليقات. دمتم في أمان الله وحفظه.